السلام عليكم. معكم الأستاذ عبد المجيد قريهيم في درس من دروس الرياضيات، الحصة الثانية للدرس السابق التناسبي الرأسمال وسعر الفائدة. إذن في الحصة السابقة كتذكير رأينا سعر الفائدة الذي هو النسبة المئوية التي يؤديها البنك عن كل مبلغ مالي مودع لديه سنة كاملة، أي أن الشخص عندما يودع مبلغا من المال يسمى الرأس مال. عندما يودع شخص ما مبلغا من المال لمدة سنة كاملة فإنه بعد سنة كاملة سيحصل على رأس ماله أي مبلغه الأصلي زائد أو إضافة لفائدة سنوية. هذه الفائدة السنوية تحتسب بسعر الفائدة أي السعر، والسعر هو النسبة المئوية أي ما هي الفائدة عن كل 100 درهم، هذا هو سعر الفائدة. إذن المبلغ المودع في البنك يسمى الرأس مال، والفائدة السنوية هي الفائدة المحصل عليها بعد مدة سنة كاملة. إذن ورأينا لحساب الفائدة السنوية نقوم بضرب الرأس مال في السعر، أي إذا كان الرأس مال مثلا هو 50,000 درهم نضربه في سعر الفائدة مثلا 10% لنحصل على الفائدة السنوية. إذا النشاط الأول الذي كان كتمرين في الحصة السابقة، أرجو عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة أن تكونوا قد استطعتم الإجابة عنه. إذن وضعت سعاد مبلغا ماليا قدره 750,000 درهم في أحد الأبناق، وبعد مضي سنة كاملة استردت من البنك مبلغ 783,000 درهم. إذن السؤال كان أحسب سعر الفائدة التي وضع بها هذا البنك. إذن سنحسب سعر الفائدة أي ما هي فائدة كل 100 درهم، لكن قبل هذا يجب أن نحسب الفائدة السنوية عن المبلغ كله الذي هو 750 درهم. إذن نستعين بجدول للأعداد المتناسبة، في السطر الأول الرأس مال بالدرهم، وفي السطر الثاني الفائدة السنوية بالدرهم. إذن عن كل 100 درهم سنحسب الفائدة، وهذا هو السؤال ما هو السعر. ولدينا عن المبلغ الأصلي أو الرأس مال الذي هو 750,000 درهم ما هي الفائدة السنوية التي سيحصل عليها. إذن لدينا هنا المبلغ المودع الذي هو الرأس مال، والمبلغ المسترد الذي يتضمن الرأس مال زائد الفائدة السنوية أي 783 درهم يمثل الرأس مال 750,000 درهم زائد الفائدة السنوية. وبالتالي لحساب الفائدة السنوية فإننا سنقوم بطرح الرأس مال من المبلغ المسترد الذي هو 783,000 درهم. إذا ننجز العملية فنحصل على 33,000 درهم الذي هو الفائدة السنوية عن هذا المبلغ. الآن بعد أن حصلنا على الفائدة السنوية وكتبناها في جدول التناسبية، بطبيعة الحال سيسهل علينا حساب السعر، بمعنى ما هي الفائدة السنوية عن كل 100 درهم. ولحساب ذلك فإننا سنقوم بحساب الرابع المتناسب، وسبق أن رأيتم الطريقة. إذن سعر الفائدة التي وضع بها هذا الرأس مال هو، إذن نحسبه جداء القطرين 750,000 في السعر سيساوي 33,000 درهم في 100. إذن نحسبه 33,000 درهم مقسومة على 33,000 درهم في 100 مقسومة على 750,000. إذن ستعطينا هنا 0.044 قبل القسم على 100. إذا قسمناها على 100 من أجل كتابتها على صيغة نسبة مئوية سنحصل على 4.4%. إذن 4.4 هي الفائدة السنوية عن كل 100 درهم، أي هي السعر. إذن سعر هذا المبلغ أو السعر الذي وضع به هذا الرأس مال في البنك هو
4.4%. ننتقل للنشاط الثاني. وضع شخص مبلغا من المال قدره 105,000 درهم في بنك لمدة سنة ونصف، فحصل على فائدة قدرها 6,300 درهم. السؤال الأول: احسب الفائدة السنوية بالدرهم، والسؤال الثاني: احسب سعر الفائدة. إذن هذه الفائدة 6,300 درهم هي الفائدة التي حصل عليها الشخص مقابل إيداعه هذا المبلغ لمدة سنة ونصف وليس سنة واحدة، وبالتالي فإننا نستعين بجدول الأعداد المتناسبة، وفي السطر الثاني نضع مدة الإيداع بالسنوات. إذن الفائدة بالدرهم 6,300 حصل عليها بعد سنة ونصف. إذن سنطرح السؤال: ما هي الفائدة التي سيحصل عليها خلال سنة واحدة؟ أي الفائدة السنوية. إذن ننجز العملية. الفائدة السنوية هي 6,300 إذن مضروبة في 1 مقسومة على 1.5. إذن هنا 1.5، وبالتالي سنحصل على 4,200. إذن هذه هي الفائدة السنوية. السؤال الثاني: احسب سعر الفائدة. إذن سعر الفائدة هنا لدينا 4,200 درهم هي الفائدة السنوية المحصل عليها للمبلغ 105,000 درهم. إذن سنحسب سعر الفائدة أي الفائدة السنوية عن كل 100 درهم، وبالتالي سبق أن رأينا أن السعر هو الفائدة السنوية مقسومة على الرأس مال. إذن 4,200 درهم مقسومة على 105,000 درهم ستعطينا 0.04 أي 4%. إذن كخلاصة عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة، رأينا أن المبلغ الذي يودعه الشخص في البنك يسمى الرأس مال. هذا الرأس مال بعد مدة سنة كاملة فإنه يعطي الحق للشخص أن يسترد مبلغه أي رأس ماله كاملا إضافة لفائدة سنوية. هذه الفائدة السنوية على المبلغ كاملا. إذن هذه هي الفائدة السنوية. السعر هو النسبة المئوية التي يحصل عليها الشخص أي الفائدة أو النسبة المئوية للفائدة عن كل 100 درهم. بطبيعة الحال نستعين بجدول الأعداد المتناسبة، أي عن كل 100 درهم نحصل على السعر. فائدة كل 100 درهم هي السعر، وفائدة المبلغ كاملا فائدة الرأس مال كاملا هي الفائدة السنوية. إلى هنا تنتهي الحصة الثانية من درس التناسبية الرأس مال والفائدة السنوية. حظ موفق عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة.